واحد التقرير صادر عن مكتب دراسات مغربي بوليسي سنتر فور ذا نيو ساوث كيقول بان 3% من المغاربه تتوفروا على عملات مسبره في اواخر سنه 2022، تقريبا 1,150,000 مواطن. علما ان في 2017 مكتب الصرف صدر بلاغ كيحظر فيه التعامل بالعملات المشبره، لانه كيقول بان تداول العملات يمكن يشكل اخطار كثيره بحال تبييض الاموال، تمويل اعمال اجراميه وتهريب العمله الصعبه. ولكن العام فايت بنك المغرب اعلن بانه غيتم اصدار قانون لتاطير التعامل بهذا النوع من العملات. Pour les crypto-monnaies, je peux vous assurer que le projet est prêt. C'est-à-dire, on a structuré, on a travaillé avec la Banque mondiale et le consultant, les différentes composantes de, je dirais, les différents chapitres de la loi sont bien remplis. Maintenant, on engage la discussion avec toutes les parties. ماشي غير المغرب وحده اللي غيقوم بهذه البادره، بزاف ديال الدول في العالم كتحاول حتى هي تاطير التداول ديال العملات المشبره بحال امريكا، كوريا الجنوبيه، الهند، المملكه المتحده ودول اخرى، كلها كتفكر في اصدار او تعديل قوانين خاصه بالعملات المشبره باش تحد من لي ريسك ديالها على المواطنين والاقتصادات الوطنيه.